ايه الاخبار ونهارك ابيض ويا رب دايما في احسن حال. هنلم منهج الفيزياء بتاع تانية ثانوي في 4 فيديوهات بس. اول فيديو هلم لك فيه ملخص قوانين الباب الاول، تاني فيديو مسائل او اهم مسائل الباب الاول، تالت فيديو ملخص قوانين الباب التاني، رابع فيديو واخر فيديو هيكون اهم المسائل على الباب التاني. هنبدأ دلوقتي بالباب الاول وهلخص لك قوانين الباب الاول في 6 مثلثات بس. هات ورقة وقلم وركز معايا. بس قبل ما ابدا لك بالمثلثات تعالى اعرفك الرموز دي بتشير لايه. اول حاجه الطول الموجي، والطول الموجي الرمز بتاعه لامدا. لامدا ده رمز الطول الموجي. تاني حاجه معانا التردد، والتردد الرمز بتاعه نيو، هو ده الرمز بتاعه. تالت حاجه معانا السرعه، والسرعه الرمز بتاعها في، ده طبعا معروف. وبعد كده معانا الزمن الدوري، والزمن الدوري الرمز بتاعه تي كابيتال، تي كابيتال. المسافه بالدي او الاكس. الزمن بالثواني التي سمول. عدد الموجات او عدد الاهتزازات بيساوي ان. تعالى نخش على المثلثات. اول مثلث هو معانا هو لو انا عايز اجيب المسافه. لو انا عايز اجيب المسافه اللي هي الرمز بتاعها دي او اكس، هجيبها ازاي؟ هجيبها ان انا هضرب عدد الموجات او عدد الاهتزازات اللي هو الان في الطول الموجي اللي هو اللامدا، في اللامدا. طيب لو انا عايز الطول الموجي يبقى هقسم الدي او الاكس على الان. طب لو انا عايز الان او عايز عدد الموجات او عدد الاهتزازات يبقى هقسم المسافه على الطول الموجي، يعني اكس او دي على لامدا. ده بالنسبه لاول مثلث. تاني مثلث السرعه. لو انا عايز السرعه الفي هجيبها ازاي؟ هضرب النيو التردد في الطول الموجي اللي هو اللامدا. طب لو انا عايز الطول الموجي هقسم السرعه على التردد. طب لو عايز التردد هقسم السرعه على الطول الموجي. ده بالنسبه لتاني مثلث. تالت مثلث بقى لو انا عايز عدد الموجات او عدد الاهتزازات اللي هو الان، هعمل ايه؟ هضرب النيو في الزمن بالثواني اللي هو التي سمول. طب لو انا عايز الزمن بالثواني هجيبه من عدد الموجات او عدد الاهتزازات على التردد. طب لو عايز التردد يبقى هقسم عدد الموجات او عدد الاهتزازات على الزمن بالثواني. ده تالت مثلث. رابع مثلث الزمن بالثواني. لو انا عايز اجيب الزمن بالثواني اللي هو تي سمول، هعمل ايه؟ هضرب عدد الموجات او عدد الاهتزازات اللي هو الان في الزمن الدوري اللي هو تي كابيتال. ولو عايز الزمن الدوري هقسم الزمن بالثواني على عدد الموجات او عدد الاهتزازات. ولو عايز عدد الموجات او عدد الاهتزازات هقسم الزمن بالثواني على الزمن الدوري. طيب بعد كده المسافة. لو انا عايز المسافة كمان الدي او الاكس هجيبها ازاي؟ هضرب الزمن في السرعة تي، وهنا الزمن بالثواني تي سمول في الفي. لو عايز السرعة هقسم المسافة على الزمن، ولو عايز الزمن هقسم المسافة على السرعة. طيب العلاقة بقى بين التردد والزمن الدوري من كل الكلام ده علاقة عكسية، بمعنى ان انا لو عايز التردد اللي هو نيو هقسم 1 على الزمن الدوري وبكده بتكون معايا التردد. ولو عايز الزمن الدوري هقسم 1 على التردد وكده يبقى معايا الزمن الدوري. طب التردد في الزمن الدوري هيساوي كام؟ هيساوي 1. ليه؟ لأن التردد والزمن الدوري كل منهما مقلوب الآخر. ده بالنسبة لكل القوانين بتاعة الباب الأول. تعالى بقى أقول لك على شوية ملاحظات. ركز معايا يا معلم كده. الاهتزازة الكاملة بتساوي 4 في ساعة الاهتزازة. معنى كده إن إيه؟ معنى كده إن ساعة الاهتزازة بتساوي ربع الاهتزازة الكاملة. وخلي بالك ساعة الاهتزازة الرمز بتاعها A، حرف ال A ده رمز ساعة الاهتزازة. رقم 2 اللي هو زمن الاهتزازة الكاملة بيساوي الزمن الدوري اللي هو الزمن الدوري. معنى كده ان الزمن الدوري بيساوي 4 في زمن ساعة الاهتزازة. وده ليه؟ لأن 4 في ساعة الاهتزازة بتساوي الاهتزازة الكاملة. طب زمن الاهتزازة الكاملة هو زمن الدوري، يبقى 4 في زمن ساعة الاهتزازة هيساوي زمن الاهتزازة الكاملة وبالتالي يساوي الزمن الدوري. رقم 3 عدد الموجات N بيساوي ايه؟ عدد القيم أو عدد القاعان ناقص 1. يعني عدد القيم الموجودة ناقص 1 هيديك عدد الموجات، عدد القاعان الموجودة ناقص 1 هيديك عدد الموجات. الطول الموجي اللي هو اللامدا بيساوي ايه؟ المسافة بين قمة وقاع متتاليين في 2. يعني المسافة بين أول قمة مع أول قاع في 2 ده يديك الطول الموجي. كذلك الأمر مع مركز تضاغط أو تخلخل متتاليين في 2. ده بالنسبة للطول الموجي. طب المسافة اللي بيشغلها كل تخلخل هي المسافة اللي بيشغلها كل تضاغط، وفي الحالتين دول بيساوي نص الطول الموجي. المسافة التي يشغلها كل تخلخل بيساوي نص الطول الموجي.
المسافة التي يشغلها كل تضاغط هي نص الطول الموجي. في حاجة كمان عايزك تعرفها، لما تنتقل موجة واحدة من وسط لوسط تاني أو لوسط آخر، هنا التردد بيكون ثابت لأنه بتاع نفس الموجة، فبالتالي السرعة بتاعت الموجة في الوسط الأول على السرعة بتاعت الموجة في الوسط التاني بتساوي الطول الموجي بتاع الوسط الأول على الطول الموجي بتاع الموجة في الوسط التاني. طب لما تنتقل أو تنتشر أكتر من موجة في نفس الوسط، بتنتشر في نفس الوسط بتكون السرعة بتاعتها ثابتة، فبالتالي الطول الموجة بتاع الموجة الأولى على الطول الموجي بتاع الموجة التانية بيساوي التردد بتاع الموجة التانية على التردد بتاع الموجة الأولى. ودي فايدة المثلثات اللي خدناها أول الفيديو. هنرسم المثلث ده اللي هو بتاع السرعة بتساوي التردد في الطول الموجي، يعني الفي بتساوي لامدا في نيو. فهنيجي احنا هنا هنقول ان في واحد لامدا واحد نيو واحد بتساوي في اتنين لامدا اتنين نيو اتنين. تمام، عندنا الفي اتنين ثابتة، الفي ثابتة، يعني الفي اتنين بتساوي الفي واحد ثابتة. ومن هنا بقى نيجي للمقص، لامدا واحد في نيو واحد، لامدا واحد في نيو واحد بتساوي لامدا اتنين في نيو اتنين. عشان كده عملناهم عكس اللي فوق، لان لامدا واحد على لامدا اتنين بتساوي نيو اتنين على نيو واحد. من المقص هتطلع معاك ان الفي واحد بتساوي لامدا واحد في نيو واحد بتساوي الفي اتنين بتساوي لامدا اتنين في نيو اتنين. ومن هنا نطلع ان عندما تنتشر الموجات في نفس الوسط بتكون السرعة ثابتة، وبالتالي لامدا واحد على لامدا اتنين بتساوي نيو اتنين على نيو واحد. وكل حاجة هتبان لك اوضح وهتبقى كويسة خالص في فيديو المسائل. لو انت عندك اي اسئلة او في حاجة ما فهمتهاش اكتب لي في الكومنتات. وبس كده، سلام.